انا متهيألي انت اول مره تشوفي حمزه بقى، صح؟ ده بقى اخر العنقود، بس مش قادره اقول لك ادب ايه واخلاق ايه. الوحيد في اخواته اللي ما بيغلبنيش. على طول بقول لهم ما خلفتش غير حمزه. ماشي يا حمزه، خد الشوكولاته اللي انت بتحبها. لا انت يا زين مش هتاخد. لما تبقى شاطر زي حمزه هبقى اديلك. يا عيوطه يا قماص، خليك حلو كده زي حمزه وهديلك واحده. شفتي ديما كبرت ازاي ما شاء الله؟ اهي ديما دي اجمل بنت في بناتي، سبحان الله. تحسيها مش من العيله غير اخواتها البنات خالص. على طول اقول لهم في البيت اوعوا حد يزعل ديما، ده دي القمرايه بتاعتنا. ايوه يا حبيبي، كل الفلوس اللي انت عايزها هحولها لك، ما تشيلش هم خالص. ادي اخواتك ليه؟ هبقى اشوف الموضوع ده بعدين. المهم انت، ده انت البكري يا حبيبي. واختك تعوز ليه؟ ده لو اختك قالت ان هي عايزه حاجه هديها فوق دماغها، ما هي عندها جوزها. ايوه يا حبيبي، ما طول عمرنا عارفين الولد حاجه والبنت حاجه تانية. ونيجي نستغرب قوي بعد ده كله، هو احنا ليه ولادنا بيكرهوا بعض؟ احنا ما قصرناش معاهم ابدا. تمييز الاهل بالحب لحد من الابناء دونا عن باقي الابناء من اهم الاسباب اللي بتخلي الولاد تنشأ بينهم كراهية وبغضاء، وفي بعض الاحيان قطيعة. ساعات بتلاقي الاهل بيميزوا حد من الولاد علشان مريح اكتر، بيسمع الكلام اكتر، او بسبب الشكل الخارجي، او بسبب التفوق الدراسي، التفوق الرياضي. فتحسوا ان الاهالي بيتفاخروا بالابن ده دونا عن باقي الابناء. ساعات كمان بيكون التميز عنصري شويه. في بعض الاسر لسه عندهم التفرقه بين الولد والبنت في التعاملات، يميزوا الولد في المعامله، يميزوه في الحقوق، يفرقوا بينهم في التعليم، في الفلوس اللي بيدفعوها عليهم عامة. وساعات بتوصل ان هم بيفرقوا بينهم في الميراث. فلو احنا بنعمل كده لازم نوقف ده فورا، ندور على نقط التميز في كل حد من ولادنا ونبين لهم قد ايه احنا فخورين بيهم، ونتكلم على نقط التميز دي قدام كل افراد الاسره. نمنع المقارنات تماما، لان كل حد من ولادنا ليه شخصيته وليه مميزاته وليه عيوبه. في امهات كتير بتيجي تقول لي بس انا فعلا في حد من ولادي بحبه اكتر، ليه حته زياده في قلبي، لسانه حلو، حنين عليا اكتر من اخواته. اعمل ايه؟ ربنا مش هيحاسبنا على الشعور الداخلي، ولكن اللي ربنا هيحاسبنا عليه ان احنا لازم نتحكم في مشاعرنا ونساوي في اظهار المشاعر دي قدام ولادنا كلهم. يا اما ولادك هيكبروا بيكرهوا بعض يوم بعد يوم. هحكي لكم عن قصه حصلت تعرفنا قد ايه المفروض ان احنا ما نفرقش بين ولادنا في المشاعر نهائي. في يوم الرسول عليه الصلاه والسلام زار رجل من الانصار، فالرجل دوت جاء له ابنه. فالراجل عمل معاه ايه؟ قبله واجلسه على فخده. بعد شويه جاءت ابنته فاجلسها جانبه. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما عداش الموقف كده، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام فهلا عدلت بينهما. الابن قبله وقعده على رجليه، البنت يا دوبك بس اجلسها جانبه. فالرسول عليه الصلاه والسلام شاف ان دوت مش عدل بين الابناء. هقول لكم على موقف تاني. النعمان بن البشير اهدى ليه والده غلام، فامه قالت له ان هي لن تقبل ولن ترضى بهذه الهديه او بهذه الهبه الا لما ابوه يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام على اللي حصل ده. بشير بن سعد ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام، قال الرسول عليه الصلاه والسلام اكل ولدك اعطيتهم كما اعطيت ابنك النعمان؟ فقال لا. قال الرسول عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. كلنا عارفين قصه سيدنا يوسف عليه السلام. فلما اخوات سيدنا يوسف احسوا بس ان ابوهم بيحب سيدنا يوسف واخوه اكتر، كل اللي فكروا فيه ان هم يقتلوا سيدنا يوسف. قال تعالى اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فتفكيرهم راح لإيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه بقى؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هم رابطين إن الحل إن هم يتخلصوا من سيدنا يوسف، وبعدها هيبتدي بقى أبوهم يشوفهم، يحس بوجودهم، وهيكونوا قوم صالحين. كلنا بنغلط وكلنا عايشين علشان نتعلم. المشكلة إن إحنا نكابر ونكمل في الغلط. ما تنسوش تدعوا على طول إن ربنا ينور بصيرتنا ويعيننا على تربيتنا لأولادنا ويهديهم.